حصل لي في التدبر في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ويعد المراكب، فعد المراكب البحرية أولا في السفن التي تسير في البحر، وأنها يهتدي أهلها في الظلام وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم عد المراكب البرية، فعد منها أولا الأنعام، بهيمة الأنعام وبالأخص الإبل واستعمالها بالأكل والشرب والركوب. ثم ذكر هذه البهائم المختصة بالركوب التي لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها، عند بعض أهل العلم يبيح أكل بعضها مثل الخيل. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فلها فائدتان فقط: الركوب والزينة. ويخلق ما لا تعلم. يخلق هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه سيخلق من أنواع المراكب مراكب لا تعلمونها في وقت نزول القرآن. فوجدت منها الآن السيارات والطائرات والمراكب الفضائية. فوجدت أن بعدها قال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أهل التفسير كلهم يذكرون أن المقصود أن الله يهدي لقصد السبيل إليه طريق الجنة من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن وجدت أن ذلك ليس مناسبا للسياق، فوجدت أن المقصود أن هذه البهائم لها أعين تبصر بها مواطئ أقدامها وتعرف بها الطرق وتدل بها المسافات، لكن ما يخلق من هذه المراكب الأخرى كالسيارات والطائرات والمراكب الفضائية ليس لها أبصار، فكيف تهتدي؟ فقال: وعلى الله قصد السبيل، معناها سيخلق لها ما يدلها، فكانت الرادارات والتي تدلها وتقومها ونحوها في الفضاء وفي الجو. ثم بعد ذلك قال: ومنها جائر. وجدت أن المقصود أن من الطرق ما هو جائر مائل عن القصد دائما، وهي الخطوط الجوية، فلا يمكن أن تكون مستقيمة أبدا. لو كان الخط الجوي مستقيما لابتعدت الطائرة عن مدار الأرض كثيرا وذهبت في الفضاء الخارجي ولن ترجع إلى الأرض، لأن الأرض بيضاوية، كلما ابتعدت عن الأرض، فلذلك دائما هي خطها جائر. وحتى في العرض إذا مشت لا يمكن تمشي مستقيما أبدا، فالخطوط الجوية كلها جائرة. قال: ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.